السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقمة دي يا جماعة كنز ما ترموهوش، نقدر نستفاد بيه في كل حاجة، وبالذات الليدات دي. كل الموضوع الليدات دي بتتحرق، وفين وفين لما الايسيهات دي تتحرق. كل الموضوع لو الليدات اتحرقت حضراتكم بتلاقي نقطة سوداء عليها، بنعلم عليها. نجيب كارتة قديمة هتلاقي اكيد في لونات كتيرة، ونجيب الهوت وير او ولاعة او اي حاجة ممكن تسخن بيها، هتسخن من تحت هتسيب اللمبة، لكن اللمبة ليها عدد، تلاقي حتة مربعة كبيرة وهتلاقي حتة صغيرة. هنا حضراتكم في موجب وسالب، تخلي بالكم من النقطة دي كويس جدا، خلي بالكم من النقطة دي كويس جدا في التركيب بالذات، عشان خاطر حضراتكم لو انتوا ركبتوا اللمبة غلط هتعمل قفلة، هتفرقع الليد على طول. تمام. بعد كده هنطلع الليدات من الكارتة ديت ونركبها في الكارتة دي، بعد ما نفك طبعا السلكين دول ونعلمهم. تمام. بعد كده حضراتكم لو الاي سي ده محروق، تمام، هنغير الاي سي. هنا مكان الليدات ادي مربع كبير ومربع صغير، اللمبه بتركب بنفس الطريقه دي، المربع الكبير على المربع الكبير والمربع الصغير على المربع الصغير بالعدل بتاعها كده. اهم حاجه ان اللمبه ما تكونش لادعه، لازم اللمبه تكون سليمه زي ما قدام حضراتكم كده. تمام. بالهوت او بالولاعه هتسخن تحت الاي سي او تحت اللمبه، هيطلع معاك الاي سي على طول، تقدر تغير الاي سي وتقدر تغير المقاومه كمان. تمام. ده منظر حضراتكم البورده بعد انا ما جددتها، غيرت كل الليدات وغيرت كمان الايسات. تمام. وهنروح نركب كده ونجرب. بس لو عجبكم الفيديو حضراتكم اشتركوا معايا في القناه دلوقتي وفعلوا الجرس ليصلكم منا كل جديد. بجد الموضوع سهل وبسيط، ما تنساش تشترك معانا الان، ونختم بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.